حواري القاهرة القديمة، وتحديدا في حتة شعبية ليها حكايات وروايات. كانت هي مكتبة نور المعرفة اللي ورثها الحاج محمود عن أبوه وجده. مكتبة ليها ريحة ورق قديم وحكايات مستخبية بين الصفحات. شغالة فيها نادية، بنت البلد الجدعة اللي بتحب القراية والكتب أكتر من أي حاجة تانية في الدنيا. نادية كانت ماسكة قسم المخطوطات النادرة في الدور التالت، أوضة كده ليها باب تقيل وسلاسل حديد كأنها خزانة أسرار. الدور ده كان دايما هادي، قليل اللي بيطلعوا، والجو فيه كان تحس إنه واشد من ريحة زمان. من كام أسبوع نادية بدأت تحس بحاجات غريبة بتحصل. تسمع صوت زي الهمس الخفيف وهي لوحدها بين الرفوف العالية، كأن حد بينادي عليها بصوت واطي. تشوف خيالات بتعدي بسرعة من زوايا عينها، ولما تبص مفيش أي حاجة. في الأول قالت يمكن من قلة النوم والسهر مع الكتب، ولا يكون خيالها الواسع اللي بيسرح مع القصص القديمة. لكن الموضوع بدأ يتطور. مرة وهي بترتب كتاب كبير على رف عالي، حست بهوا ساقع فجأة حواليها، كأن باب اتفتح وقفل بسرعة. ولما لفت ما كانش فيه أي هوا ولا أي حركة. في يوم تاني كانت بتدور على مخطوطة معينة ولقت كتاب مكانها، ما كانتش متأكدة إنه كان موجود قبل كده. كتاب شكله قديم قوي، والجلد بتاعه متهالك، ومكتوب عليه كلام بحروف غريبة ما كانتش فاهمة منها أي حاجة. الكتاب ده كان محطوط في مكان غريب، كأن حد اتعمد يحطه هناك. نادية خدت الكتاب ده ونزلت بيه أوضتها الصغيرة اللي جنب المخزن. عدت تقلب في صفحاته بحذر، خايفة لا يكون الكتاب ده بيتفتت من إدمه. الرسومات اللي جوه كانت أغرب، أشكال ملتوية ورموز معقدة ما كانتش شبه أي حاجة شافتها قبل كده في أي كتاب تاريخ. ليلتها ما نمتش كويس، كانت بتحلم بأشكال الكتاب الغريبة بتتحرك وتتكلم بصوت مش مفهوم. ولما صحيت الصبح كان عندها إحساس غريب، كأن الكتاب ده جاب معاه حاجة معاه للمكتبة. لما طلعت الدور التالت تاني الجو كان مختلف، كان فيه سكون أتقل من العادة، وكأن الهوا نفسه مكتوم. بدأت تدور على المخطوطة اللي كانت بتدور عليها قبل ما تلاقي الكتاب الغريب، لكن ما كانتش لاقياها، كأنها اختفت فجأة. وهي ماشية بين الرفوف سمعت صوت خبطة خفيفة جاية من آخر الأوضة. وقفت مكانها وبصت ناحية الصوت، لكن ما كانش فيه أي حاجة باينة. فضلت واقفة دقايق مستنية تسمع حاجة تانية، لكن مفيش أي صوت. حاولت تكمل شغلها، لكن كانت حاسة بعيون بتبص عليها من مكان ما. كل ما تلف وشها ما كانش فيه حد، لكن الإحساس ده كان لازق فيها زي الظل. في نهاية اليوم وهي بترفل الأوضة وبتربط السلاسل على الباب التقيل، حست للحظة إن حد وراها. التفتت بسرعة، لكن ما كانش فيه غير ضوء خافت جاية من الشباك الصغير. اتنهدت وحاولت تطرد الأفكار دي من دماغها، وقالت لنفسها إنها محتاجة إجازة وتريح شوية. لكن اللي ما كانتش تعرفه نادية إن الكتاب القديم ده فتح باب لحاجة ما كانتش نايمة كويس في المكتبة دي لسنين طويلة، وإن الهمسات اللي بتسمعها دي مجرد بداية لحاجات مرعبة هتبدأ تكشف عن نفسها قريب. في الأيام اللي بعد كده نادية كانت ماشية في المكتبة زي اللي تايه، عينها على طول على الدور التالت، وبالها مشغول بالكتاب الغريب والهمسات اللي ما بتروحش من دماغها. حاولت تتجاهل الموضوع وتركز في شغلها، لكن كانت حاسة إن في حاجة اتغيرت في المكان. الجو بقى أثقل، والهدوء اللي كانت بتحبه بقى يخنق. في يوم وهي بتنظف الرفوف في قسم التاريخ وقع منها كتاب قديم على الأرض. لما وطت جيبه لقت ورقة صفراوية مستخبية بين الصفحات. فتحت الورقة بحذر، وكانت مكتوبة بخط الإيد بكلام عربي قديم ومختلف عن اللي بنقراه دلوقتي. قعدت نادية تقرأ الكلام بصعوبة، وكانت الكلمات بتحكي عن تاريخ المكتبة دي وعن الأرض اللي اتبنت عليها. عرفت إن المكان ده زمان كان فيه بيت كبير لعيلة مشهورة في الحتة دي، لكن البيت ده اتهد وبنوا مكانه المكتبة. لكن الغريب في الكلام إن الورقة كانت بتحذر من حاجة مدفونة في الأرض دي، حاجة ليها علاقة بطقوس قديمة وأرواح مش مرتاحة. الكلام كان مبهم ومخيف، وزرع في قلب نادية قلق ما كانش موجود قبل كده. ربطت نادية بين الكلام اللي في الورقة
وبين الكتاب الغريب اللي لقته في الدور الثالث. حست إن الكتاب ده ممكن يكون ليه علاقة بتاريخ المكان ده وبالحاجات اللي بتحصل. قررت إنها لازم تعرف أكتر عن الكتاب ده وعن تاريخ المكتبة. بعد الشغل فضلت نادية في المكتبة. طلعت الدور الثالث ومعاها الكتاب والورقة القديمة. قعدت على الأرض وسط الرفوف العالية وفتحت الكتاب تاني. بدأت تقارن بين الرسومات اللي في الكتاب وبين أي رموز ممكن تكون شافتها في كتب التاريخ القديم. فجأة شمت ريحة غريبة زي ريحة بخور قديم ملت المكان. الريحة كانت قوية لدرجة إنها خلت نادية تكح. بصت حواليها ما كانش فيه أي مصدر للريحة. الخوف بدأ يتسلل لقلبها تاني. وهي قاعدة بتقلب في صفحات الكتاب حست بحركة خفيفة وراها. التفتت بسرعة لكن ما كانش في حد. قالت لنفسها إنها بتتخيل وإن الإرهاق بدأ يلعب بدماغها. لكن بعد ثواني سمعت صوت خطوات خفيفة بتقرب ناحيتها من بين الرفوف. الصوت كان خفيف لدرجة إنها ما كانتش متأكدة إذا كانت سمعته بجد ولا لأ. وقفت نادية ببطء وعينيها بتدور في الظلام بين الرفوف العالية. مين هنا؟ قالت بصوت مهزوز. مفيش أي رد. السكون رجع تاني للمكان، لكن نادية كانت حاسة إنها مش لوحدها. الإحساس ده كان أقوى من أي مرة فاتت. نزلت نادية بسرعة من الدور الثالث وهي ماسكة الكتاب والورقة كأنهم دليل على حاجة مش مفهومة. قررت إنها لازم تتكلم مع الحاج محمود صاحب المكتبة. يمكن يكون عنده أي معلومات عن تاريخ المكان ده أو عن أي حكايات قديمة. تاني يوم الصبح أول ما الحاج محمود وصل نادية استنته لحد ما خلص كلام مع الزباين وراحت له. حكت له عن الكتاب اللي لقيته وعن الورقة القديمة وعن الإحساس الغريب اللي عندها في الدور الثالث. الحاج محمود سمع كلامها بتركيز وعلامات الدهشة بدت تظهر على وشه. قال لها إنه ما يعرفش حاجة عن الكتاب ده وإنه أول مرة يشوفه. أما بالنسبة لتاريخ المكان فكان يعرف حكايات بسيطة عن البيت القديم اللي كان هنا، لكن ما كانش يعرف أي حاجة عن طقوس أو أرواح مش مرتاحة. لكن لما وصفت نادية شكل الكتاب والرسومات اللي جواه الحاج محمود وشه اتقلب. قال لها بصوت واطي كأنه بيتكلم مع نفسه. الكتاب ده أنا فاكر إني شفت حاجة شبهه زمان. سألته نادية بلهفة. بجد يا حاج؟ فين؟ وإيه حكايته؟ الحاج محمود قعد على الكرسي بتعب وبدأ يحكي لنادية عن حكاية سمعها وهو صغير من جدته. حكاية عن راجل كان عايش في البيت القديم ده وكان مهتم بالسحر والأعمال الغريبة. يقال إنه كان عنده كتاب قديم فيه طلاسم ورسومات عجيبة وإنه كان بيعمل طقوس في البيت ده. الناس في الحتة دي كانوا بيتجنبوا البيت ده وكانوا بيقولوا إن في حاجات مش طبيعية بتحصل جواه. لحد في يوم الراجل ده اختفى فجأة والبيت فضل مهجور لسنين طويلة لحد ما اتهد وبنوا مكانه المكتبة. كلام الحاج محمود خلى جسم نادية يقشعر. حست إن كل حاجة بدأت تتجمع مع بعض. الكتاب الغريب، الورقة القديمة، الهمسات والأحاسيس اللي بتجيلها في الدور الثالث. كل ده ممكن يكون ليه علاقة بالراجل القديم ده وبالطقوس اللي كان بيعملها. يعني ممكن يكون في حاجة لسه موجودة هنا؟ سألت نادية بخوف. الحاج محمود هز راسه ببطء وقال: العلم عند ربنا يا بنتي، بس أنا طول عمري بسمع حكايات عن الأماكن القديمة دي وعن الحاجات اللي ممكن تكون مستخبية فيها. الأحسن إننا نبعد عن الكتاب ده وعن الدور الثالث لحد ما نشوف هنعمل إيه. لكن نادية كانت حاسة إنها مش هتقدر تبعد. الكتاب ده والسر اللي وراه بقوا زي المغناطيس اللي بيشدها. كانت حاسة إنها لازم تعرف أكتر وإن في حاجة مستنياها في صفحات الماضي الملعون ده. ورغم تحذير الحاج محمود نادية ما قدرتش تبعد عن الكتاب الغريب. الفضول كان بياكل قلبها والإحساس بإن في سر كبير مستخبي بين صفحاته كان أقوى من أي خوف. بعد الشغل كل يوم كانت بتطلع الدور الثالث وتقعد بالساعات تقلب في الكتاب وتحاول تفهم أي حاجة من الرسومات والرموز اللي جواه. بدأت نادية تلاحظ إن في تكرار لبعض الرموز والأشكال. كانت بترسمها في كراسة صغيرة وبتحاول تدور في كتب التاريخ القديم وعلم الآثار يمكن تلاقي ليها أي معنى. كانت بتقرأ عن الحضارات القديمة وعن معتقداتهم في السحر والأرواح، يمكن تلاقي خيط يوصلها لحل اللغز ده. في يوم
وهي بتقرأ في كتاب عن الحضارة المصرية القديمة لفت نظرها رمز معين كان مرسوم في الكتاب الغريب. الرمز ده كان بيمثل عين، لكن حواليها خطوط وأشكال غريبة ما كانش شافتها قبل كده. الكتاب كان بيقول إن العين دي ليها علاقة بالحماية وبالعالم الآخر. الاكتشاف ده خلى نادية تتحمس أكتر، حست إنها بدأت تمسك طرف الخيط. فضلت تدور وتقرأ لحد ما لقت رموز تانية شبه اللي في الكتاب، وكل رمز كان ليه معنى مختلف. فيه اللي بيرمز للقوة، وفيه اللي بيرمز للشر، وفيه اللي بيرمز للاتصال بعوالم تانية. بدأت نادية تحاول تجمع الرموز دي مع بعضها وتشوف لو ممكن تكون جملة أو ليها أي ترتيب معين. كانت بتستخدم كراستها وقلمها وبترسم وتوصل وتحاول تفك الشفرة دي. كانت بتقضي الليل كله صاحية وعينيها على الكتاب وعلى رسوماتها، كأنها بتحاول تحل لغز حياة أو موت. مع الوقت بدأت نادية تحس إنها بتقرب من فهم حاجة، بدأت تترجم بعض الرموز لكلمات أو لأفكار بسيطة. اكتشفت إن الكتاب ده مش مجرد كتاب عادي، ده شكله كان زي مفتاح أو دليل لطقوس معينة. لكن كل ما كانت بتقرب من فهم الكتاب، كانت الأحداث الغريبة في الدور الثالث بتزيد. الهمسات بقت أوضح، كأن حد واقف جنبها بالظبط وبيوشوش في ودنها بكلام مش مفهوم. الظلال اللي كانت بتشوفها بقت أقرب وأكثر وضوحا، وكانت بتحس بحركة هوا غريبة حواليها. في مرة وهي قاعدة بتقرأ في الكتاب بالليل، النور قطع فجأة في الدور الثالث. الجو بقى ضلمة دامسة، ومفيش أي صوت غير صوت نفسها اللي كان عالي من الخوف. حاولت تدور على موبايلها عشان تشغل الكشاف، لكن ما كانتش لاقياه. فجأة حست بإيد باردة لمست شعرها من ورا. صرخت نادية بصوت عالي وقامت وقفت بسرعة وهي بتدور حواليها في الظلام. كانت حاسة إن في حد معاها في الأوضة، حد قريب منها قوي. فضلت واقفة مكانها متجمدة من الخوف لحد ما النور رجع تاني فجأة. بصت حواليها، ما كانش في أي حد، لكن الإحساس بالإيد الباردة فضل موجود على شعرها كأنه لسه حاصل دلوقتي. بعد الليلة دي نادية خافت بجد. بدأت تفكر إنها ممكن تكون بتلعب بالنار. الكتاب ده شكله مش خير، والحاجات اللي بتحصل في المكتبة ممكن تكون خطر عليها. فكرت إنها لازم تبعد عن الكتاب ده وتنسى الموضوع كله. لكن في نفس الوقت كان في صوت تاني جواها بيقول لها إنها قربت تعرف السر، وإنها ما ينفعش تستسلم دلوقتي. كانت حاسة إن في حاجة مهمة مستنياها لو قدرت تفهم لغة الرموز دي. في يوم تاني وهي بتقرأ في الكتاب، لفت نظرها رسمة معينة كانت متكررة كتير. كانت رسمة لدايرة جواها أشكال غريبة، وحواليها كلام مكتوب بطريقة معينة. بدأت تركز على الرسمة دي وتحاول تفهم معناها. قعدت ترسم الدايرة دي في كراستها وتحاول تقارنها برسومات تانية شافتها في كتب السحر القديم. بعد بحث طويل اكتشفت إن الدايرة دي ممكن تكون بتمثل بوابة أو مكان للتواصل مع عوالم تانية، والكلام اللي حواليها ممكن يكون زي تعويذة أو طريقة لفتح البوابة دي. الخوف رجع تاني لقلب نادية، لكن معاه إحساس بالإثارة والفضول أقوى. كانت حاسة إنها على وشك اكتشاف سر كبير، سر ممكن يغير كل حاجة. لكن في نفس الوقت كانت عارفة إن السر ده ممكن يكون خطر قوي. مع كل رمز كانت نادية بتفهمه، كانت الصورة اللي في دماغها عن الكتاب ده بتوضح أكتر. مبقاش مجرد كتاب قديم، بقى زي خريطة أو دليل لطقوس معينة. الرسوم اللي كانت في الأول ملهاش معنى بدأت تترتب وتدي إيحاء بحركات وأفعال. اكتشفت إن في رسومات لأشخاص لابسين لبس غريب وبيعملوا حركات معينة حوالين نار كبيرة. في رموز تانية كانت بتشير لأدوات زي البخور والأعشاب اللي كانت بتستخدم في الطقوس دي. والكلام اللي كان مكتوب حوالين الرسوم بدأ يدي إيحاء بإنه تراتيل أو كلمات بتتقال عشان يستدعوا حاجة. الرسمة اللي كانت بتمثل الدايرة والبوابة فهمت إنها ممكن تكون المكان اللي بيفتحوه عشان يتواصلوا مع العالم التاني. والأشكال الغريبة اللي جوه الدايرة دي ممكن تكون بتمثل الكيانات أو الأرواح اللي بيحاولوا يستدعوها. الخوف وصل لذروته عند نادية. كانت بتقرأ عن حاجات مرعبة، عن قوة مظلمة وعوالم ما ينفعش نفتح عليها أبواب. لكن في نفس الوقت كان في جزء جواها ما كانش قادر يبعد.
كان عايز يعرف إيه السر اللي مستخبي ورا الطقوس دي، وإيه اللي كان الراجل القديم ده بيحاول يعمله في المكان ده زمان. في ليلة وهي قاعدة تقرا في الكتاب، لفت نظرها ترتيب معين للرموز في صفحة كاملة. حست إن الترتيب ده مختلف عن باقي الصفحات. بدأت تركز فيه قوي وتحاول تربط بين الرموز وبين الحركات والأدوات اللي شافتها في الرسومات التانية. فجأة جالها إحساس غريب، كأن عقلها بدأ يستوعب حاجة ما كانتش فاهماها قبل كده. حست إن الرموز دي مش مجرد كتابة، دي زي نوتة موسيقية لطقس معين. كل رمز ليه صوت أو اهتزاز معين، ولو اتقروا بالترتيب الصح وبالنبرة الصح ممكن يفتحوا البوابة دي بجد. الرعب سيطر عليها تماما. فكرة إنها ممكن تكون بتحاول تفهم طريقة لفتح بوابة لعالم تاني كانت مخيفة قوي، لكن الفضول كان أقوى. كانت عايزة تعرف إيه اللي هيحصل لو اتقرت الكلمات دي صح. في نفس الليلة بدأت الأحداث في الدور الثالث تاخد منحنى أخطر. ما بقتش مجرد همسات وظلال، بدأت تسمع أصوات واضحة، زي صوت حد بيتكلم بصوت واطي لكن بلغة مش مفهومة. بدأت تشوف حاجات بتتحرك في زوايا الأوضة، كأن في حد تاني معاها لكن مش قادرة تشوفه كويس. فمرة كانت قاعدة بتقرأ والكتاب مفتوح قدامها، حست بهوا ساقع قوي لف حواليها. الشمعة اللي كانت منوراها بدأت تترعش كأن في حد نفخ فيها. بصت حواليها بسرعة، ما كانش في أي حد قريب. الخوف خلاها تقوم وتقف وهي ماسكة الكتاب في إيديها كأنه سلاح. كانت حاسة إن في حاجة بتقرب، حاجة مش من عالمنا. فجأة سمعت صوت خبطة عالية جاية من آخر الأوضة، صوت زي ما يكون حاجة كبيرة وقعت على الأرض. قلبها دق بسرعة وبدأت تتنفس بصعوبة. فضلت واقفة مكانها مش قادرة تتحرك من الخوف. بعد ثواني الصوت اتكرر تاني، لكن المرة دي كان أقرب. بدأت نادية تخاف على نفسها بجد. حست إنها لازم تهرب من الدور ده ومن الكتاب ده بأسرع ما يمكن. لكن قبل ما تقدر تتحرك شافت ظل طويل بيتكون قدامها. الظل كان أسود تماما وملوش أي ملامح واضحة، لكن كانت حاسة إن في قوة شريرة طالعة منه. الظل ده بدأ يقرب منها ببطء، وكأن في قوة خفية بتشدها ناحيته. حاولت نادية تصرخ لكن صوتها اتكتم في زورها. كانت حاسة بالشلل بيسري في جسمها. كل اللي كانت قادرة عليه إنها تمسك الكتاب في إيديها جامد وتغمض عينيها. في اللحظة دي وهي مغمضة عينيها بدأت تسمع صوت وشوشة عالية في ودنها، كأن في أصوات كتير بتتكلم في نفس الوقت بكلام مش مفهوم. الريحة الغريبة اللي كانت بتشمها قبل كده ملت المكان تاني، لكن المرة دي كانت أقوى وأخطر. فجأة حست بوجع حاد في راسها، كأن حاجة خبطتها بقوة. فتحت عينيها لقت نفسها مرمية على الأرض والكتاب واقع جنبها. الظل اختفى والأصوات سكتت، لكن الجو كان لسه مليان طاقة غريبة ومخيفة. نادية قامت بصعوبة، جسمها كله بيوجعها. خدت الكتاب وهربت بسرعة من الدور الثالث، وهي مش قادرة تفكر في أي حاجة غير إنها تبعد عن المكان ده وعن الكتاب ده لأبعد مدى. نزلت نادية جري على السلالم وقلبها بيدق زي الطبلة. وصلت للدور الأرضي وهي بتنهج وبتبص حواليها بخوف. الحاج محمود ما كانش موجود، والمكتبة كانت فاضية تقريبا. طلعت نادية من المكتبة بسرعة وهي ماسكة الكتاب كأنه قنبلة موقوتة. مشيت في الشارع بخطوات سريعة مش عارفة رايحة فين. كل اللي كانت عايزاه إنها تبعد عن المكان الملجون ده. وقفت نادية في نص الشارع وبصت للكتاب اللي في إيديها. كانت عارفة إن الكتاب ده هو سبب كل اللي حصل. كانت عارفة إنها لازم تتخلص منه بأي طريقة، لكن السؤال اللي كان بيدور في دماغها إزاي تتخلص من كتاب فتح أبواب لعوالم تانية؟ وهل التخلص من الكتاب ده هيكفي عشان تحمي نفسها من اللي شافته وحسته في الدور الثالث؟ وقفت نادية في نص الشارع، عينيها مثبتة على الكتاب اللي في إيديها. كانت بتفكر في كل اللي حصل، في الهمسات، الظلال، الصوت الغريب، والإحساس بالإيد الباردة. كانت عارفة إن الكتاب ده مش مجرد شيء مادي، ده زي مفتاح لشيء تاني، شيء مظلم وخطر.
أول فكرة خطرت في بالها إنها تحرق الكتاب. راحت ناحية أقرب صندوق كمامة ودورت على أي حاجة قابلة للاشتعال. لقت كام ورقة كرتون ناشفة، ولعت فيها بلاعة كانت في شنطتها وحاولت تولع في الكتاب. لكن الغريب إن النار ما كانتش بتمسك فيه بسهولة. الجلد القديم كان مقاوم للنار، والصفحات كانت كأنها مبلولة بحاجة. خافت نادية أكتر. حتى النار اللي بتقضي على كل حاجة مش قادرة على الكتاب ده. ده أكد لها إنها بتتعامل مع حاجة مش طبيعية. فكرت ترمي الكتاب في النيل، يمكن المية الجارية تاخده بعيد ومحدش يقدر يوصله تاني. راحت ناحية الكورنيش، وهي ماشية بسرعة كأن حد بيطاردها. وصلت للنيل والجو كان هادي والمية بتلمع تحت نور القمر. رفعت الكتاب عشان ترميه، لكن في اللحظة دي حست بصوت في دماغها، صوت واطي لكن واضح بيقول: مش هتقدري تهربي. اتجمدت نادية مكانها وبصت حواليها، ما كانش فيه أي حد. الصوت ده كان جوه راسها. الخوف رجع تاني، بس المرة دي كان مصحوب بإحساس بالعجز. رجعت نادية بيتها وهي منهكة وخايفة. حطت الكتاب في مكان بعيد في دولابها وقفلت عليه كويس، كأنها بتحاول تحبس الشر جواه. لكن كانت عارفة إن ده حل مؤقت. الكتاب ده ليه قوة، والقوة دي ممكن توصلها حتى لو كان مقفول عليه. في الليل ما نمتش كويس. كانت بتحلم بالكتاب وبالرموز اللي جواه وبالظل اللي شافته في الدور التالت. كانت بتحلم بأصوات الهمس اللي ما بتروحش من دماغها. تاني يوم في الشغل كانت نادية طول الوقت سرحانة وخايفة. الحاج محمود لاحظ إنها مش على طبيعتها وسألها مالها. في الأول ما ردتش، لكن في الآخر ما قدرتش تستحمل وحكت له كل حاجة حصلت، من أول ما لقت الكتاب لحد اللي حصل في الدور التالت. الحاج محمود سمع كلامها بجدية وقلق. قال لها إنه هو ما كانش متخيل إن الموضوع ممكن يكون خطير كده. قعد يفكر شوية وبعدين قال لها: يا بنتي أنا معرفش في الحاجات دي، لكن اللي أعرفه إن الحاجات اللي من النوع ده ما ينفعش نستهون بيها. لازم نشوف حد فاهم. اقترح الحاج محمود إنهم يروحوا لشيخ يعرفوه، شيخ كبير وعنده علم بالأمور الروحانية. قال إن الشيخ ده ممكن يكون عنده حل أو طريقة للتعامل مع الكتاب ده ومع اللي ممكن يكون وراه. نادية وافقت على طول. كانت مستعدة تعمل أي حاجة عشان تتخلص من الرعب ده. في نفس اليوم بعد الشغل راحوا هما الاتنين للشيخ اللي قال عليه الحاج محمود. الشيخ كان راجل كبير في السن، وشه نوراني وعينيه فيها حكمة. سمع قصة نادية بتركيز وبعدين طلب منها تشوف الكتاب. لما شاف الكتاب والرسومات اللي جواه وشه اتغير وبان عليه القلق. قال لهم الشيخ إن الكتاب ده شكله قديم قوي، وإنه ممكن يكون ليه علاقة بأعمال سحر قديمة. قال إن الرموز اللي جواه ممكن تكون طلاسم لاستدعاء قوة مش كويسة. الكتاب ده خطر يا بنتي، قال الشيخ لنادية. ده مش مجرد كتاب، ده زي بوابة مفتوحة على حاجة تانية، ولازم نقفل البوابة دي بسرعة. الشيخ قال إنه محتاج وقت عشان يفهم الطلاسم دي ويعرف إزاي يبطل مفعولها. طلب منهم يجيبوا الكتاب عنده ويوعدوه إنهم مش هيقربوا منه تاني لحد ما يقولهم إيه اللي هيحصل. نادية والحاج محمود وافقوا على كلام الشيخ. حسوا إنهم أخيرا لقوا حد ممكن يساعدهم. روحوا المكتبة ونادية جابت الكتاب من الدولاب وسلمته للشيخ. لكن وهي بتسلم الكتاب للشيخ حست تاني بالصوت اللي في دماغها بيقول ده مش هيوقف كل حاجة. الخوف رجع تاني لقلب نادية. حتى الشيخ اللي المفروض إنه فاهم ممكن ما يكونش قادر على اللي ورا الكتاب ده. كانت حاسة إنها اتورطت في حاجة أكبر منها بكتير، وإن الهاوية بدأت تنظر إليها مباشرة. بعد ما الشيخ خد الكتاب نادية كانت حاسة براحة مؤقتة، لكن القلق الداخلي ما كانش بيروح، وحاسة إن الخطر لسه موجود. الحاج محمود كان بيحاول يطمنها ويقول لها إن الشيخ راجل بركة وعنده علم، وإن شاء الله هيلاقي حل. في الأيام اللي بعد كده نادية رجعت شغلها في المكتبة، لكن كانت حاسة إن المكان نفسه بقى مختلف. الدور التالت بقى يخوف أكتر من أول، وكأن فيه طاقة سلبية لسه موجودة فيه. كانت بتتجند تطلع هناك لوحدها، وحتى وهي مع حد تاني كانت حاسة بعيون بتبص عليها. بعد كام يوم الشيخ طلب من نادية والحاج محمود إنهم يروحوا له. لما وصلوا كان الشيخ وشه مهموم. قال لهم إنه قرأ كتير في الكتاب وحاول يفهم الطلاسم، لكن الكتاب ده شكله معمول بسحر قوي قوي.
وإنه محتاج وقت ومجهود أكبر عشان يقدر يبطله. الكتاب ده مش مجرد وسيلة استدعاء، قال الشيخ بصوت واطي، ده زي ما يكون في كيان مستني اللحظة المناسبة عشان يخرج، والرموز دي زي أقفال، لو اتفتحت غلط ممكن تطلق سراحه. كلام الشيخ خوف نادية أكتر. كانت متخيلة إن الموضوع مجرد أصوات وضلال، لكن طلع إن في كيان حقيقي ممكن يكون موجود بسبب الكتاب ده. الشيخ قال إن هيحاول يعمل اللي يقدر عليه، لكن طلب منهم يكونوا حذرين. قال إن الكيان ده ممكن يحاول يتواصل معاهم أو يأذيهم عشان يسترجع الكتاب. في الأيام اللي بعد كده بدأت تحصل حاجات أضرب في المكتبة. الكتب كانت بتقع من الرفوف لوحدها، النور كان بيطفي ويشتغل فجأة، وبدأوا يسمعوا أصوات خبط ورزع بالليل بعد ما المكتبة بتقفل. نادية كانت مرعوبة، كانت حاسة إن الكيان ده بدأ يتحرك وإن كلام الشيخ كان صح. الحاج محمود كان خايف هو كمان، وبدأ يقرأ قرآن كتير في المكتبة ويحصن المكان. في يوم ونادية كانت لوحدها في قسمها في الدور التاني، سمعت صوت حد بينادي عليها باسمها بصوت واطي. الصوت كان جاي من ناحية الدور التالت. قلبها دق بسرعة واتجاهلت الصوت وحاولت تركز في شغلها، لكن الصوت اتكرر تاني وكان أقرب وأوضح. يا نادية تعالي. نادية قامت وقفت وبصت ناحية السلالم اللي بتودي للدور التالت. كانت حاسة بقوة غريبة بتشدها لفوق. حاولت تقاوم لكن رجلها كانت بتتحرك لوحدها ناحية السلالم. وصلت نادية للدور التالت وهي زي اللي ماشية مغيبة. الأوضة كانت ضلمة وكتمة والجو فيه كان بارد قوي. فجأة شافت نور خافت جاي من ناحية الرف اللي كانت بتلاقي عليه الكتاب. مشيت نادية ناحية النور ببطء ولقت الكتاب مفتوح على الأرض، والصفحات كانت بتتقلب لوحدها في الهواء. حست بصوت الهمس تاني، لكن المرة دي كانت بتقدر تفهم منه كام كلمة. ارجعي، مكانه هيغضب. نادية وقفت مكانها مرعوبة، كانت حاسة إن الكيان ده بيتكلم معاها وبيطلب منها ترجع الكتاب مكانه، لكن كانت عارفة إن ده غلط، وإنها لو عملت كده ممكن تطلق سراحه. حاولت نادية تتحرك وتبعد عن الكتاب، لكن رجليها ما كانتش راضية تتحرك، كانت حاسة بقوة بتثبتها في مكانها. فجأة ظهر قدامها نفس الظل اللي شافته قبل كده، كان أقوى وأوضح وكأن عينين حمر بيلمع جواه في الضلمة. الظل ده بدأ يقرب منها ببطء وكأن عايز ياخد الكتاب منها. نادية جمعت كل قوتها وصرخت بأعلى صوت عندها. صوت كان عالي لدرجة إن الحاج محمود سمعه من الدور اللي تحت وطلع جري. لما الحاج محمود وصل الدور التالت شاف نادية واقفة متجمدة وبتبص على الأرض بخوف، لكن ما كانش فيه أي ظل ولا أي حاجة غريبة تانية. الكتاب كان لسه مفتوح على الأرض. الحاج محمود خد نادية ونزلوها تحت بسرعة. كانت بتترعش ومش قادرة تتكلم. عرفوا إن الكيان ده بدأ يحاول يتواصل معاهم وإن الخطر بقى أقرب. قرروا إنهم لازم يستعجلوا الشيخ ويشوفوا حل بأسرع ما يمكن. الصراع بين عالمهم وبين العالم التاني بدأ، ونادية كانت في النص. الحاج محمود كلم الشيخ تاني يوم الصبح وحكاله على اللي حصل في المكتبة. الشيخ اتخض أكتر وقال لهم إن الوقت بيجري وإن الكيان ده بيحاول يقوى عشان يقدر يخرج. طلب منهم يجيبوا الكتاب عنده تاني بسرعة، وقال إنه قرب يفهم طريقة تبطيل السحر ده. نادية والحاج محمود راحوا للشيخ والكتاب معاهم. الشيخ كان مجهز شوية حاجات، بخور بريحة قوية وأعشاب ومية مقروء عليها قرآن. قال لهم إن الطريقة الوحيدة عشان يقفلوا البوابة دي هي قراية تعويذة مكتوبة في آخر صفحات الكتاب، لكن التعويذة دي لازم تتقري بطريقة معينة وفي مكان معين عشان يكون ليها مفعول. المكان اللي قال عليه الشيخ كان الدور الثالث في المكتبة، المكان اللي بدأت فيه كل الأحداث. قال إن المكان ده لسه فيه أثر من طاقة الكيان ده، وده هيساعد في إبطال السحر. الشيخ قال إنه لازم هو اللي يقرأ التعويذة، لكن نادية والحاج محمود لازم يكونوا موجودين معاه عشان يساعدوه ويركزوا طاقتهم معاه. كانت مهمة خطيرة، لكن ما كانش فيه أي حل تاني. في الليل وهدوء القاهرة نزل على الحواري. راحوا نادية والحاج محمود مع الشيخ للمكتبة، فتحوا الأبواب ودخلوا في الظلام الدامس. الجو كان كئيب ومخيف وكأن المكان نفسه مستني المواجهة. طلعوا التلاتة للدور التالت. الأوضة كانت أبرد من أي وقت فات،
وريحة البخور القديم كانت أقوى. الشيخ طلب منهم يقعدوا قصاده على الأرض وحط الكتاب المفتوح في النص. بدأ الشيخ يقرأ آيات من القرآن بصوت هادي، والدخان بتاع البخور والأعشاب بدأ ينتشر في الأوضة. نادية والحاج محمود كانوا مركزين معاه وبيحاولوا يتجاهلوا أي صوت أو حركة غريبة حواليهم. بعد شوية الشيخ فتح آخر صفحات في الكتاب وبدأ يقرأ التعويذة المكتوبة بخط غريب. الكلمات كانت عاملة زي الترنيمة القديمة، ليها نبرة غريبة كأنها مش من عالمنا. وهو بيقرأ الجو في الأوضة بدأ يتغير، الهوا بقى أتقل وبدأوا يسمعوا أصوات وشوشة عالية حواليهم. الظلال بدأت تتحرك بسرعة في الزوايا، وكأن في حاجات كتيرة مستخبية في الضلمة. النور الخافت اللي كان معاهم بدأ يترعش وينطفي ويشتغل تاني. نادية كانت خايفة قوي، لكن كانت بتحاول تركز في صوت الشيخ. الحاج محمود كان ماسك ايديها جامد وبيقرأ قرآن بصوت واطي. كل ما الشيخ كان بيقرأ في التعويذة الأصوات والظلال كانت بتزيد. حسوا كأن في قوة بتحاول تمنع الشيخ من إنه يكمل. الكتاب نفسه بدأ يتهز في إيد الشيخ، وكأن في حاجة بتحاول تاخده منه. وصل الشيخ لآخر كلمات في التعويذة وصوته بقى أعلى وأقوى. في اللحظة دي حصل صوت انفجار قوي في الأوضة والنور انطفى تماما. الرعب سيطر على المكان. نادية والحاج محمود كانوا حاضنين بعض في الضلمة، مش عارفين إيه اللي بيحصل. الأصوات والهمسات سكتت فجأة، والجو بقى هادي تاني، لكن السكون كان مخيف أكتر من الأصوات. بعد دقايق النور رجع تاني. الأوضة كانت متدمرة، الكتب وقع على الأرض والأتربة ملياه الجو. الشيخ كان قاعد مكانه، لكن كان شكله تعبان قوي. الكتاب كان مقفول ومحطوط قدامه. خلاص، قال الشيخ بصوت ضعيف، البوابة اتقفلت. نادية والحاج محمود بصوا لبعض بارتياح. أخيرا الكابوس ده انتهى. لكن الشيخ قال لهم إنهم لازم ياخدوا الكتاب ده ويدفنوه في مكان بعيد ومحدش يقدر يوصله تاني، عشان مفيش أي حد تاني يفتحه بالغلط. تاني يوم نادية والحاج محمود سادوا الكتاب وراحوا دفنوه في مكان مهجور بعيد عن المدينة. رجعوا المكتبة وهم حاسين براحة كبيرة. الدور التالت رجع هادي زي الأول، وما بقتش فيه أي أصوات ولا ضلال غريبة. لكن رغم كل ده نادية ما كانتش قادرة تنسى اللي شافته وحسته. كانت عارفة إن في عوالم تانية موجودة، وإن في قوة مظلمة ما ينفعش نستهون بيها. وبقت حريصة أكتر في تعاملها مع الكتب القديمة والأسرار اللي ممكن تكون مستخبية بين صفحاتها. المكتبة رجعت تاني مكان هادي للمعرفة، لكن بالنسبة لنادية بقت ليها ذكرى مرعبة مستخبية بين رفوفها. ذكرى عن كتاب فتح أبواب لعالم تاني، وعن صراع مرعب بين عالمين انتهى بفضل تعويذة أخيرة في ظلام دامس. لو عجبتك القصة ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة وتقول لنا رأيك في الكومنتات.